السلام عليكم، ازيكم؟ تعالوا النهارده هنعمل ريفيو عن صوص خطير. فيلا بينا. خطير، انا مجربتوش بس هو ان شاء الله خطير. من ميلرز. طبعا انا جربنا ميلرز في الرز كتير جدا، كانت تحفه. ف جبت النهارده او معانا النهارده ماك اند تشيز. هنجربها ونشوف ايه الكلام وطعم الجبنه حلو ولا ايه وهي طعمها ايه. فيلا بينا نشوف المفروض بنعمل ايه. بصوا، المفروض ان احنا نحط زبدة. تمام، ده بدل الدقيق وكده، الكيس ده بدل الدقيق المفروض يعني. تمام. طبعا عندنا مكرونة مسلوقة على جنب. وهنعمل بقى ايه؟ هنعمل لها الصوص. الكلام اللي مكتوب هنحط زبدة ونحط الكيس ونضيف كريمة او لبن. ماشي، انا قلت اكمل الحلاوة للاخر فجبت كريمة كمان، فهنضيف كريمة مع اللبن. فيلا نبدأ الوصفة، نشوف ونجرب ده، نشوف هيبقى طعمه حلو ولا ايه. يلا بينا نبدأ. ده ساحت. هحط شوية لبن صغيرين عشان هكمل بالكريمة. ماشي، المفروض اصلا نحط 200 ملي. ننزل بقى. هحط الكريمة. بصوا، هستخدم كريمة طهي عشان كريمة حلويات. ماشي، تبقى طعمها احلى عن كريمة الطهي. هفضي العلبة دي، العلبة الصغيرة دي، وهنرفعهم على النار. فيلا نرفعهم على النار. بصوا كده خلاص سخنت الكريمه مع الزبده وكده. هنضيف بقى الكيس بتاع الخلطه. يلا، من ويلز. اوكي. ماشي، حطه. مش مكتوب ان احنا نضيف اي نوع جبنه ولا اي حاجه. انا كده عملت زي اللي هم قايلين بالظبط. حتى الكريمه قلت هجيب كريمه علشان اشوف الطعم ايه بالظبط. بس طبعا ممكن لبن، هو كاتبين لبن او كريمه، اللي تحبوه اعملوه. دي عندكم كريمه اوكي، عندكم عايزين لبن اوكي برضو، مفيش مشكله. طيب كده، وهنروح على النار، نار متوسطه يا جماعه، مش نار عاليه، نار متوسطه، ونفضل نقلب لحد لما الصوص يتقل شويه. يلا بينا. بصوا خلاص اهو، فضلت سايباه على النار شويه، وما بيتقلش قوي على فكره يعني، متقلقوش، هو ده القوام يعني. ماشي. هنا بقى عندي المكرونه اللي هي بتاعت دي. هي دي المكرونه. شوف، حاسه الصوص ده قليل قوي على المكرونه دي، سيبوني انقص منها شويه ونرجع. طيب بصوا، المفروض ان احنا نحط ده على النار تاني دقيقه. تمام، فهنحطها على النار دقيقه ونرجع. يلا بقى ندوق ونشوف. انا سبتها شويه دقيقه كده وقلبتها تاني. بصوا، هو الصوص على فكره يعني كتير في المكرونه، مش قليل، مغطي كل المكرونه. تعالوا ندوق. بسم الله. تحفه بجد يا جماعه، تحفه، مش ناقصه اي حاجه. ملحه مظبوط جدا، ملحه مظبوط جدا. انا دوقت الصوص على فكره لوحده، حسيته حادق، بس لما ضفنا المكرونه حسيته مظبوط. فاكرين طبق المكرونه اللي انا شلته على جنب؟ لا، رجعت ضفته لان حسيت الصوص كتير قوي على المكرونه، فرجعت ضفته تاني. تمام، لان هما اصلا كاتبين ان كيس 400 جرام، وانا الكيس اللي كنت مستخدماه كان 350 جرام مكرونه، اللي هي من دي، اللي هي اللي عامله الكوع دي، ولا اسمها ايه مش عارفه. تمام، بس خطير، جربوه، حلوه قوي قوي قوي. مكرونه يا جماعه سريعه، بصوا ما تاخدش وقت. انا بقيت اوقف معاكم بس اروح اخلص واجي، يعني هما فعلا 5 دقايق بالكتير وهتبقى عندكم الغدا خلاص خلص. شويه سلطه ومية مية. يلا نروح انا اكل واشوفكم على خير ان شاء الله في ريفيو جديد، وباي باي.